ديالنا مصوره فوتوغرافيه. حنا الان كنتواجدوا بسيدي رحال المشاركه في المهرجان في مهرجان سيدي رحال في نسخته السادسة والعشرين، ومشاركين فيه بهذا المعرض الصور الفوتوغرافيه اللي جاب بواحد الفكره فريده من نوعها، هو اننا حاولنا اننا يعني نلفتوا الانتباه ديال الساكنه سيدي رحال اللي حداهم واد غدات وكيدوزوا حداه صباح مساء، ولكن ربما بدون ما يردوا البال الجماليه اللي كتحيط بالمكان. احنا اليوم انا والاستاذ رشيد مرتقي وبدعوة كريمة منه شاركنا في هذا المعرض، وحاولنا ان الصور ديالنا تكون لها واحد الدلاله قويه، وتكون كدعوه للناس ديال سيدي رحال انهم يردوا البال شويه للمحيط الطبيعي اللي داير بهم ويحافظوا عليه. احنا الا بغيتي تقول حاولنا اننا نرجعوا هذا الحجر ينطقوا وكانهم تيقولوا راه حنا هنايا، ردوا لينا البال، غير تعلموا انكم تشوفوا الجمال يعني في كل مكان، وغادي تشوفونا وتشوفوا الجمال اللي كنعطيو. مشاركة فنية إلا وكتحاول بها أنك تهذب شي شوية الحس الفني ديال المواطن، وتجعلو أنه يكون عنده يعني يرد البال الفن ويشوف الأشياء بواحد النظرة فنية. وهذا ما نصبو إليه، لأن فاش كيكون هذا الحراك الثقافي ما يمكن يكون إلا يعني يرجع بالنفع على الساكنة وعلى الناشئة بالخصوص. يعني واخا كيبان يعني عندها واحد الدلاله خاصه، كنشوفوا هذه الحجره كبيره وهذا الحجر الصغير اللي داير بها، يمكننا نشبهوها برب الاسره، هادو الافراد ديال الاسره، كما يمكن لنا نشبهوها هذه الحجره الكبيره راه السند ديالها هما هاد الحجر الصغيورين، لان لو كان ما كانوش هاد الاحجار الصغيره ما غاديش يعطيوها واحد الدعامه وما غاديش يديروا عليها واحد حمايه، وغادي يمشي التراب من تحت منها وغيديها الواد. اذا هاد الحجره الكبيره راه مدعمه بهاد الحجر الصغيورين هما اللي خلاوها تبقى صامده، وهذا مثال يمكن لينا نسقطوه تاع يعني في المجتمع ديالنا كما قلت الاب والابناء والاسره ديالو اللي كتدعموا بهذا، وكيبقى التفسير كل واحد وكيفاش كيشوف، وكل واحد بالحس الفني ديالو والتفسير اللي يقدر يعطي لواحد. On se trouve au cœur de Sidi Rahal. Oui. C'est une sixième édition du festival de Sidi Rahal qui a le thème les pierres de la rivière de Sidi Rahal. Oui. On a de la chance aujourd'hui, c'est très beau, il y a une belle journée. Oui. On a juste à côté, on a un festival de la fantaisie. Et il y a beaucoup d'artistes qui travaillent. On est en train de préparer chacun un tableau ou bien une fresque. Et voilà, je suis très ravie de participer dans ce festival et faire partie. Oui. C'est déjà la troisième fois que je participe avec Rachid Mortaki dans ce festival et je suis toujours très content pour son invitation. Très bien. الرحيم. شكرا السيد بيهي على هذه التغطيه ديال الجريده ديالكم المجريات ديال المهرجان الدولي السادس للفن التشكيلي اللي كيتقام بمدينه سيدي رحال في الحله السادسه ديالو. المهرجان ديال هذه السنه جا يعني نظمناه بشعار حجاره واد غدات بين صلابه الطبيعه ورقه الابداع الفني. فبالتالي كان واحد التساؤل طرحناه كمجموعه وكفنانين، اشنو اللي ممكن نستثمروه من المدينه يعني كعناصر تشكيليه وممكن يعني نستعملوه ولا نستثمروه في الاعمال الفنيه في المهرجان، وخديناه كشعار ديال الدوره باش نحاولوا نصيبوا مجموعه من الاعمال الفنيه اللي عندها علاقه بالحجاره ديال واد غدات، واللي ربما تكون يعني واحد البادره ديال الخير على اساس انه ابناء المنطقه وابناء المدينه المواهب منهم يبداو كيشتغلوا
بهذه الحجاره اللي كنشوفوا على المستوى العالمي انه راه دارت بها اعمال فنيه ممتازه، خاصه الاعمال الصغيره اللي كتباع يعني تذكار في مجال السياحه، اللي ممكن يترسم فيها مآثر تاريخيه او تنحت فيها مآثر تاريخيه. كانت هذه هي الفكره، على اساس انه غادي نشتغلوا الموضوع الاساسي غادي يكون هو هذا الشعار اللي تكلمت عليه الان. بالنسبه للبرنامج ديال المهرجان، افتتحناه بطبيعه الحال بمعرض صور الفوتوغرافيه ديال حجاره واد غدات، اللي شاركوا فيها جوج ديال الفنانين المصورين. كاين ورشه ديال التشكيل اليوم، كاين ورشه ديال الجداريات، وكاين ورشه ديال اللوحات، ثم غدا كذلك كوميتي استئناف ورشه ديال الجداريات وورشه التشكيل. كاين عرض ديال فيلم وثائقي في مدينه سيدي الرحال، وكاين ندوه بالكليه ديال قلعه سراغنا، كليه الحقوق بقلعه سراغنا، بطبيعه الحال العنوان ديالها القانون والفنون، علاقه القانون بالفنون والاطار اللي كينظم المجال ديال الفن التشكيلي في القانون. وكاين غدا ان شاء الله في اليوم الاثنين عفوا مع 3 ديال العشيه في الرحاب ديال الكليه ديال قلعه سراغنا للعلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه. شكرا. يلا حيدي.